أسود الأطلس في المربع الذهبي، يا لها من فرحة كبيرة. افرح انت عربي، افرح علشان في منتخب عربي شرفك وصنع التاريخ وبيثبت للغرب ان كأس العالم مش من احتكاركم وان احنا نقدر نوصل، وان شاء الله مفيش بديل عن كأس العالم. انتوا رجالة وانتوا قدها وانتوا صنعتوا اللي محدش في الدول العربية قدر يصنعه، صنعتوا اللي محدش في الكورة الأفريقية لحد دلوقتي قدر يصنعه. خضتوا مباريات في مونديال قطر الاستثنائي بدون أي هزيمة. إن شاء الله ربنا هيوفقكم، وإن شاء الله مساندينكم، وإن شاء الله معاكم. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كده في البداية، ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو ده. نجوم منتخب المغرب، رجالة منتخب المغرب، أسود منتخب المغرب، صنعوا اللي مفيش ولا منتخب عربي ولا منتخب أفريقي قدر يصنعه. وصول لدور ال16 ووصول لدور 8 وأخيرا لدور ربع النهائي. يعني أنت بتتكلم في منتخب المغرب أسود الأطلس من أفضل 4 منتخبات على العالم، يعني تصنيفه من أفضل 4 منتخبات على العالم. منتخب المغرب شرفنا كعرب، خلانا رافعين راسنا في وسط الكورة، في وسط نجوم الكورة العالمية. منتخب المغرب ورجالة منتخب المغرب أبكوا كريستيانو رونالدو بتاريخه بقى باللي حصل. كريستيانو آخر مونديال هيلعبه في حياته والمغرب بتقضي عليه، بتقضي عليه بهدف أكتر من رائع في مباراة المغرب والبرتغال. بجد رجالة، وبجد المغرب صنعت التاريخ، وبجد بقول للناس يا ريت ما توقفوش دعاء، يا ريت ما توقفوش دعاء. نفسنا انا زي ما نزلت فيديو قبل كده مصمم فيه منتخب المغرب وهو بيرفع الكاس، وانا بصمم الفيديو ده كل احلامي ان انا اشوف منتخب المغرب بيرفع كاس العالم. مفيش مستحيل، والمستحيل مش مغربي، المستحيل مش مغربي. وعايزين اتحاد كورة ايه؟ ده احنا في مصر ما عندناش اتحاد كورة، ده احنا عندنا اتحاد بطاطا. ما عندناش اتحاد كورة، ما عندناش لعيبة. عندنا لعيبة وان كانوا محترفين بيجي يلعبوا في المنتخب مفيش انتماء للوطن، مفيش انتماء، لان اللعيبة ما بتديش للمنتخب زي ما بتدي للنادي اللي بتلعب فيه. بجد ده بيثبت لي فرق كبير ما بين اللاعب اللي عايز يدي لبلده واللي عايز يخلي بلده في مجال كرة القدم لقدام. وعلى فكرة مجال الرياضة ده مش مترتب على كرة القدم بس، لا، ده انت بتعلي من شأن بلدك في كل شيء، في كل شيء. منتخب المغرب بجد شرف الكورة الأفريقية وشرف الكورة العربية. وبجد أنا بطلب من الناس ما توقفش دعم عن منتخب المغرب. بجد مدرب زي وليد الرجراجي يترفع له القبعة. ليه بقى؟ مدرب بقاله 3 شهور مع منتخب المغرب، قدر يتعادل مع كرواتيا، قدر يهزم كندا، قدر يهزم بلجيكا، قدر يهزم اسبانيا، قدر يهزم البرتغال. وان شاء الله مباراة فرنسا زي ما كنا بنقول مباراة البرتغال صعبة، ولكن مباراة فرنسا على قد ما هي صعبة وما التوفيق إلا من عند الله. هذه البداية وما زال ده اللي بيرددوه جمهور المغرب بعد كل مباراة. بدعي بالتوفيق لمنتخب المغرب. بجد أنا فرحان جدا بالإنجاز التاريخي اللي عملتوه، وإن شاء الله المونديال عربي. صلى على النبي وسلام.